أكبر خطأ لأي حد فينا في حق نفسه أو في حق اللي حواليه هو ياخد قرار أو يتصرف تصرف تحت تأثير الغضب. ممكن ياخد في لحظة غضب قرار خطير وبعد ما يهدأ يندم على اللي عمله ويكتشف إن رد فعله ما كانش مستاهل لكل اللي حصل، وساعتها لا ينفع البكاء على اللبن المسكوب. معاكم محمد الغباشي من تاجر اليوتيوب. بداية بعرفكم إن حذفت فيديو اللحمة بالتقسيط اللي شيرته زي أي حد على صفحتي الشخصية وصفحة دمياط الجديدة، عشان مش حابب أشيل ذنب أي إنسان. الراجل اتحبس مع إنه كان بيهزر، والراجل ده اللي حواليه بيقولوا عليه أغلب من الغلب وملوش في حاجة. نكمل في حلقتنا. اما يتداسلك على طرف من اي انسان ما تردش على طول. مش لازم تبقى سخن ومتسرع، لازم تعمل حاجتين. الاولى، فكر ووزن الامر بسرعه عشان يبقى الرد على قدر الحدث. لا يبقى رد فعلك اقوى من الحدث فتظلم وتبطش وتشيل وزر قدام ربنا، ولا يبقى رد فعلك اقل من الحدث فتجرأ الناس على اذيتك وتبقى شجعتهم على تكرار الفعل. لازم رد فعلك على أي موقف تتحط فيه يكون رد متوازن ومراعي لكل الظروف. يعني حد أذاك من أسرتك غير الأذية من الأهل، غير الأذية من الجيران، غير الأذية من بلطجية أو مجرمين. ربنا يكفينا ويكفيكم شرير البشر، قولوا آمين. الحاجة التانية اللي لازم تاخد بالك منها قبل إظهار رد فعلك، أمن نفسك. ما تسيبش مدخل يتلوى منه دراعك. اتعلم من الفيديو ده. خد بالك، القطة لما بنتها اتأذت ما ردتش على طول، استنت لما بنتها رجعت حضنها وكانت أخدت وقتها تعمل إيه، وبعدين ردت في الوقت المناسب. مش معقول تكون القطة أذكى منك. خلي ده منهج حياتك، لا تتسرع في رد فعلك عشان ما تندمش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.